النهارده جايبالك فكرة حلوة قوي. لو انت عملت الصابون البلدي بس عشان تنفذي معانا فكرة النهارده، فانت الكسبانة وهتستفيدي جدا. العبوة الصغيرة دي تعالي شوفي النهارده هنخليها تكفيكي قد ايه، بالرغم ان حجمها صغير قوي ما كملش لتر الا ربع. وهيكون ان شاء الله في وصفة النهارده كل المميزات اللي في الصابون الجاهز اللي انت بتحبيه، من ناحية الرغوة والريحة الحلوة، وهنزود على ده النظافة والتوفير كمان. هنخليه كمية كبيرة جدا، ممكن تخليها بالقوام ده وممكن تخليها أتقل شوية لو انت عايزة. كل ده متاح في الفيديو. ده قوام تقيل واللي فات كان قوام خفيف، وانت هتختاري اللي انت بتفضليه. هنجربه في الألمونيوم وهنجربه في الإزاز وهنجربه في الحوض نفسه، وهنجربه دلوقتي ونشوف كفاءته في إزالة البقع. وهنشوف دلوقتي كمان واحنا بنغسل الأطباق اهي في الحوض كلها دهون. يعني الطاسة الصغيرة دي كان مكانها بيض مقلي، والكوباية اللي أنا بشطفها دي كان مكانها شاي بحليب، والكازرول ده كان مكانه صلصة، وكل ده فيه دهون. فاحنا هنغسله بالوصفة اللي هنعملها النهاردة مع بعض. هتشوف الألمنيوم هتلمع والإزاز هيبرق، وهتشوفي دلوقتي الدهون اللي في الكازرول اللي مش هتأثر على الرغوة، غير في حاجة واحدة بس، إنها مكانها صلصة، فهتخلي لك الرغوة لونها مش أبيض، لونها يعني إيه، مدي على لون الصلصة شوية. بس الرغوة لا هتضعف ولا هتقطع. كل ده هتشوفيه قدامك دلوقتي، وانا حبيت اجرب معاك الوصفة بعد ما ضاعفنا كمية العبوة اللي انت شفتيها في اول الفيديو اكتر من 10 اضعافها. وهتشوفي دلوقتي بالتفصيل واحدة واحدة بايه هنخلي الوصفة دي الكمية كبيرة قوي كده، وبتنضف جدا قوي كده، وكمان رغوة ومفيش دهنانة خالص. وهتشوفي دلوقتي بعينيكي بالصابون البلدي اللي انت لسه لحد النهاردة بتفكري تعمليه ولا لا. لسه لحد النهارده بتسمعي لغيرك وبتصدقي ان الصابون البلدي بيدهن الحوض وبيدهن ايدك وبيدهن المواعين. شايفه الرغوه؟ بالرغم ان الصلصه طبعا عاملينها بماده دهنيه. وحتى الليفه اللي غسلنا بيها الكازرول واحنا بنجرب بيها الرغوه تاني، الرغوه ما تاثرتش خالص ولا ضعفت ولا قطعت. هنشرب بقى الحوض ونشوف هل الصابون ده بيدهن ولا لا. هتشوفي دلوقتي وانا بغسل الحوض اهو، هتسمعي كمان بودانك. والصوت اللي هتسمعيه لو كان في اي اثر للماده الدهنيه اللي عملنا منها الصابون، عمرك ما هتسمعي ابدا الصوت ده. كمان هنشوف بقى كفاءته في ازاله البقع. شايفه التيشيرت بتاع حفيدتي ده؟ واكله بقى واخده راحتها كده. وطبعا بنسيب الاطفال ياكلوا ويشبعوا وبعدين بنشطفهم ونغير لهم عادي، الجو حر مش بيستحملوا الفوطه ولا البافيتا اللي بنحطها على صدرهم، فبنسيبهم ياكلوا براحتهم. وبعدين احنا بقى عندنا الصابون البلدي ما بنشغلش بالنا، متاكدين ان احنا هننضف كل حاجه، سواء مواعين سواء ملابس سواء ارضيات، حتى سواء الكفر بتاع الانتريه او الصالون بتاعك، ما تقلقيش. بص بقى، انا يعتبر هنا ما دعكتش التيشيرت، انا بس يا دوبك كده مشيت ايدي عليه، فما بالك لو قرصت عليه شويه. يعني وصفه النهارده فيها كل المميزات اللي انت عايزاها، بتشيل البقع، بتشيل الدهون، ما فيهاش اي اثر للدهنانه، رغوتها حلوه قوي وريحتها جميله جدا وكميه كبيره، يعني توفير التوفير كمان. كل ده هناخده لما نخلط العبوه دي مع الصابون البلدي اللي احنا بنصنعه من البيت بابسط المكونات وبطريقه موفره جدا وبكميه كبيره. السلام عليكم ورحمة الله إخواتي وحبايبي، أخباركم إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. شفت حجم الصابونة اللي كان معايا من شوية؟ أنا بشرت زيها كده قطعتين، وهنزل عليهم بمية سخنة وأدوب الصابون كويس قوي. هستعمل مية قد إيه؟ مع القطعتين دولت اللي هما تقريبا يعملوا حوالي 350 جرام، هحط 3 لتر مية، وكمان في نص لتر دلوقتي هتشوفيه معايا. هدوب الصابون وهستغل درجة حرارة المية دي، وهضيف حاجة هتخلي الوصفة بترغي كويس قوي، وكمان هترطب ايدك جدا. وكمان موجودة عندنا في بيتنا، مش هنشتروها ولا حتى بنخسر فيها مليم واحد. بصي بقى، لما تيجي تدوبي اي صابون مبشور ما تحطيش كمية المية كلها مرة واحدة، حطي جزء صغير دوبي بالصابون، يعني بتخليه يبقى زي العجينة كده، وبعد كده بتزودي باقي المية واحدة واحدة، بيبقى معاكي سائل عادي. انا كده حطيت حوالي 3 لتر والصابون كله داب. درجة حرارة المية لسه بتدخن قدامك اهي. هضيف بقى المكون ده اللي موجود عندنا كلنا، الناس اللي عندها بطاقات تموين بتاخد السكر والزيت من البطاقة ديت كل شهر من غير ولا مليم، وبتاخد كمان شوية حاجات تانية. السكر ده موجود عندنا اهو، مش دافعين فيه اي فلوس، هاخد منه حوالي ربع كيلو على الكمية دي كلها. والمية سخنة هيدوب معايا بسرعة. كده الصابون داب وبقى زي المية بالظبط، ما فيهوش اي قوام، وانا سبته يبرد خالص بقى شكله زي ما انت شايفة كده بالظبط.
هعمل ايه بقى؟ هجيب العبوة دي قد ايه؟ العبوة دي 725 ملي، ما كملتش لتر الا ربع. سعرها ايه؟ سعرها تقريبا من 23 ل 25 جنيه، مش هزيد عن كده. هفرغها كلها. العبوة دي لو انت بتجيبيها وتستعمليها كده مباشرة، يعني ممكن تقعد معاكي على الحوض تغسلي بيها اطباقك ومواعينك 3 ايام 4 ايام بالكتير اسبوع. لا، احنا هنعمل كمية حلوة قوي هتقعد معاكي من شهر لشهر ونص، وممكن تكمل شهرين كمان، حسب بقى عدد افراد اسرتك، وحسب الاطباق والمواعين اللي انتوا بتستهلكوها يعني في عملية الطبخ والاكل. خلاص انا فضيت العبوه كلها، والقوام كان سائل زي الميه. طبعا كلكم عارفين دلوقتي، وعملناها مع بعض كتير وشفتوها كتير في قنوات تانية. احنا بنظبط القوام بتاعنا بالملح، بس بنضيف الملح واحده واحده وبالعقل كده. يعني انا هنا خدت نص لتر ميه، دوبت فيه معلقتين كبار من الملح لحد ما دابوا. هنزل بقى واحده واحده واقلب، كل ما اضيف دفعه القوام هيتقل شويه. اول ما توصل القوام زي قوام الصابون السائل الجاهز، مش هتضيفي ولا نقطه بعد كده. والنهارده ومع الكميه دي انا استعملت الكميه كلها، يعني النص لتر ميه اللي دوبت فيه معلقتين كبار مليانين من الملح. ظبطوا لي القوام وخلوه مظبوط ما شاء الله زي ما انت شايفه كده. يمكن كمان يكون تقيل، لان الصابون ده بعد ما بيبات بيتقل اكتر، فانت ممكن تزودي كمان لتر ميه. شايفه الكميه اللي معانا قد ايه؟ احسبي بقى السوائل اللي اشتغلنا بيها، واحسبي الصابون اللي احنا بشرينه، واحسبي السكر، واحسبي نص لتر الميه اللي احنا دوبناه. دوبنا فيه معلقتين ملح، واحسبي كمان العبوة الجاهزة اللي احنا ضفناها. يعني الكمية معدية معانا ال4 لتر. لو عاوزة تكتفي بكده تمام، الوصفة زي الفل. أنا مش هكتفي بكده، أنا هضعفها كمان، حاملة البولة دي للآخر. الإزازة دي فيها إيه؟ فيها صابون مبشور برضو، مدوباه برضو في مية سخنة. عندي منها أكتر من الإزازة الواحدة 3 4. أما بحتاج مية للغسالة وهي بتشتغل بضيف منها، وبغسل منها البوتاجاز، وبغسل منها الحمام الحوض والقعدة وكله، وبغسل بيها كمان الشفاط، بخليه زي الفل وبشيل من عليه أي دهون. وهنا كمان أنا استفدت بالعبوة دي، زودت بها الكمية، خليتها من 4 لتر وأكتر لحد 6 لتر وأكتر. ودلوقتي هنحطها في الجراكن وهتشوف الكمية عاملة معانا قد إيه. هتستخدميها حرفيا في كل حاجة. يعني الوصفة بتاعت النهاردة هتوفر لك جدا وتنضف لك جدا ومش هتكلفك كتير. وكمان هي امان جدا. الصابون بتاعنا واخد فترة الحضانة بتاعته ومتصلب كويس قوي، مفيش فيه اي اثر للصودا. العبوة اللي احنا اشتريناها عبوة جاهزة بالمواصفات بتاعتها. حطينا كوباية سكر، حطينا معلقتين ملح، كل دي حاجات ما كلفتناش اي حاجة، وشوية مية من الحنفية، وعملنا كمية كبيرة قوي. فكرة النهاردة جايبها لك عشان تستفيدي بيها وتوفري. ولو انت بقى جربتيها مرة واحدة بس وشفتي قد ايه هتوفر لك وهتستمر معاكي فترة كبيرة، عمرك ما هتبطلي تعملي معانا صابون بلدي ولا ترمي اي نقطة زيت.